إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذن كما وعدتكم في الفيديو ما قبل هذا، تمكنت بعد مجهود فعلا أنني نوصل. أول مرة سمعت به كثيرا، ولكن لأول مرة كنوصل لشلالات درمشان. شلالات درمشان كما كيتضح في الصورة، ومن بعد غادي نوريها لكم بالتفصيل. كتواجد في القنطرة ديال درمشان. كيكون واحد ديفياسيون تما، كندخل في واحد البيست تقريبا واحد 3 كيلومتر يمكن تمشي بها في السياره، ومن بعد غتخلي السياره ديالك حدا واحد المحل تما كيدير الكنكاسور الاحجار، وغادي تقريبا واحد 3 كيلومتر ديال المشي على الارجل في اتجاه الممر الجبلي اللي كيتضح عبر وسائل ديال التشوير. الاخوان اللي سبق لهم دازوا من هذا الشلال مشكورين بالمناسبه، داروا تشوير كيحدد المسار الصحيح للوصول الى شلالات الدرمشان. كذلك انتعشت بعد التساقطات المطريه، وغنشوفوها جميع. كتسمعوا الخرير ديال المياه في الوادي ديال اللي كيكون فيه هاد لي كاسكاد ديال الدرمشان. فهي دعوه لكل الناس ديال الرشيديه انهم يديروا شويه ديال السبور ويجيو فعلا هاد المكان الرائع. غنشوفوه جميع. اول مره كما قلت اصل الى هذا المكان، واخا قريب للرشيديه، وغادي يبان هذا هو لي كاسكاد او شلالات الدرمشان. وكيتواضح في الصوره الشلال الماء كيجي من الجبل الفوق وكيمشي مباشره للوادي، وادي الدرمشان. اذا غنكتشفوا قريب، نقربوا له ان شاء الله باش نشوفوه عن قرب. اذا كما سبق لي شرط، هاد وسائل ديال التشوير نجمه زرقاء مرسومه في عدد من الاحجار في الممر المؤدي لهذا الشلال. انطلاقا من المنطقه فين حطينا السياره جنب الطريق، فهي غير معبده. غتلقاو هذا الرموز، هاو السهم الازرق اللي كيوجهكم مباشره لهذا الشلال. اجمعوا ازبالكم وشكرا. اذا هذا الوسائل ديال التشوير. اذا هذا المنظر، منظر شلالات الدرمشان. إذن هذه السلسلة كما قلت سابقا، فهي من سلسلة جبال أو جبال أطلس الجبال الكبير، أو الأطلس الكبير الشرقي اللي كتواجد فيه، وهي الجبال المطلة على مدينة الرشيدية كما قلت، دخولا من وادي الدرمشان اللي سبق لي صورت فيه الفيديو الأول اللي قبل من هذا. إذا كتشوفوا معايا، وهذو فعلا اليوم 19 فبراير 2023 بعد التساقطات المطريه والثلجيه الاخيره اللي عرفتها المنطقه. كنشوفوا بان هذا الشلال فعلا رجع حتى هو الحياه ديالو. ونخليكم مع هاد الصور وهاد لي فيديو ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نوثقوا بها هذا المكان الجميل والرائع الذي يستحق فعلا الزياره. ضروري واحد شويه ديال المجهود، وفعلا الطريق ليه شويه صعيبه، شويه ديال الرياضه، ولكن المتعه ديال الوصول كتنسي المسار ديال الطريق من اجل الوصول الى هاد الشلالات.
تبارك الله تبارك الله. بعد هاد التساقطات المطريه عطا الله الخير. شوفوا تبارك الله الماء. اللي شاف هذاك الواد ديال الدرمجان يقول كاع ما كاين هادشي هنايا. تبارك الله. راه مازالين تبارك الله شباب، لانه استطعنا باش نوصل لهذا المكان. هو فيه صعوبات فعلا، ولكن الجماليه ديالو كتخلي الانسان بانه يوصل ليه ويرتاح فعلا. ولقيت واحد العدد ديال الشباب راه وصلوا حتى هما لنفس المكان، وفعلا بانه هادشي تزاد مورا التساقطات المطريه اللي عرفتها المنطقه. ولا شك بانه في الاعالي كاين تساقطات ثلجيه، ومازال ان شاء الله الماء يزيد باش اللي بغى يجي مثلا يزور المكان فهو ان شاء الله غيكون متاح للجميع، واخا فيه شويه ديال الصعوبات كما سبق لي شرط. غادي نخليكم مع الخرير ديال المياه. فعلا الصوت ديالهم ممتع جدا. I